اللي ورايا دي عجيبة من عجائب الدنيا السبعة. مدينة مفقودة بقالها أكتر من 500 سنة واكتشفوها بالصدفة. المدينة اللي ذكرت في القرآن بالرقيم، مدينة النبي صالح. المدينة اللي عاش فيها العرب الأنباط وكان ليهم تاريخ طويل هنا فيها. مدينة بيقال إن اللي بناها جن أو مدينة العمالقة. أهلا بيكو في مدينة البتراء هنا في الأردن. تعالوا نكتشفها سوا مع بعض. ودلوقتي أنا لسه داخل البتراء، وتعالوا بقى أخدكم في جولة ونشوف إيه حكاية المدينة دي. وزي ما انتم شايفين دلوقتي هتلاقي في كل مكان من أول ما تدخل المدينة في حفرين في الجبل. هنا كانت البيوت بتاعتهم وكانوا بيعيشوا فيها في كل الأماكن دي. المدينة دي بتجمع بين حاجتين، إن هي فيها أحياء وأموات، يعني مكان لبيوت الناس اللي كانوا عايشين في المدينة، وكمان القبور بتاعتهم. فتعالوا نستكشفها سوا مع بعض. البتراء فيها عجيبة من عجائب الدنيا السبعة. تخيل ان الدنيا فيها 7 عجائب، المكان اللي انا فيه ده فيه واحدة من ال7 عجائب اللي احنا رايحين نشوفها دلوقتي. ولكن ناس كتير ما بتسمع كلمة البتراء بيفتكروا ان هي المنظر او الصورة المشهورة هناك اللي هي اسمها الخزنة. لكن البتراء دي مدينة ضخمة وكان فيها الأنباط، وهنحكي قصة طويلة قوي هناك. وتعالوا نتمشى فيها الأول. احنا أول بندخل المدينة دي زي ما انتم شايفين بتلاقي جبال. والمدينة دي عشان تقدر توصل لأكتر مكان أيقوني معروف بتمشي 2 كيلو بين الممرات والجبال والتضاريس لحد ما توصل لهناك. فطول ما انت ماشي بتتفرج على المدينة. المختلف فيها ايه؟ المختلف ان المدينة كلها صنعت وان هي عبارة عن حجارة وصخور، وحفروا فيها وكانوا عايشين وعملوا منها مباني. المباني دي بنوها زي اي مبنى ولا عمارة، لا دول حفروا في الصخر لحد اما طلعوا تحفة الفنية المعمارية اللي بقت ايقونة عالمية. تعالوا بقى ايه نتفرج على البتراء عاملة ازاي. ودلوقتي وصلنا مدخل مدينة البتراء. اللي ورايا ده هو مدخل المدينة، وكان في بوابة في كل مدخل من مداخل المدينة. وكانت زي ما انتم شايفين هنا في الصورة كانت في البوابة اللي كانت هنا. ده هنا البوابة وبتاعة مدخل المدينة. والمدينة كان فيها نظام في كل حاجة، حتى عاملين نظام مية علشان تقدر توصل للمدينة جوه. وزي ما انتم شايفين هنا دي اللي كانت بتمر منها المياه، كانت بتجري من هنا. وعاملين نظام وحتى مواسير او نظام شبه المواسير عشان يبقى ضغط الميه يقدر يطلع الاماكن عاليه شويه وينزل، ويحافظوا على ضغط الميه. فنظام معقد جدا. اجمل حاجه بقى لما بتيجي هنا بتلاقي ناس لابسين لبس زي العصور ديت والانباط، وعشان تدخل في الاجواء ومتنساش تتصور معاهم. من اهم مميزات اللي موجوده هنا في المدينه دي مش موجوده في اي مكان تاني، ان هم هنا هتلاقي الطرق كلها عشان تقدر توصل للمدينه كلها متامنه ومعموله بطرق صغيره عشان ما يقدرش جيوش ضخمه تدخل وتهاجمهم. فزي ما انتم شايفين طرق هنا صغيرة يا دوبك تدخل مثلا 3 بالعرض أو شخصين بحصانين علشان يعرفوا يسيطروا على أي حد يدخل ويضربوه فوق بالسهام ويقتلوه قبل ما يعرف يوصل للمدينة دي. فطول ما أنت ماشي أنت جوه منظر حقيقي ليه هيبة ومنظر عجيب جدا. والحقيقة يستحق يكون عجيبة من عجائب الدنيا السبعة، لأنه منظر غريب جدا. انت حفر بين الجبال. تخيل بقى، شوف على مدار السنوات دي كلها وازاي ان هم حفروا، وكان ده التكنيك بتاع المدينة دي اللي عرفوا محدش يقدر يهجم عليهم. وكذا مرة كان بيحاول الرومان يهجموا عليهم وجيوش كتير جدا، وكانوا بيفشلوا بسبب النقطة ديت ان هم محصنين في الجبال. وسبب تسمية كلمة البتراء دي باللغة اليونانية هي صخرة. اليونان لما شافوها قالوا دي بتراء يعني صخرة. شايفين المنظر عامل ازاي؟
شوف المنظر، احنا هنا لو قربنا شوية تقدر تشوف المنظر بدقة، حاجة يعني سبحان الله، منظر جميل جدا. انت مستمتع طول ما انت ماشي في دروب طريق هنا عشان تقدر توصل بين الأخدود وبين الطرق والدروب، حاجة يعني ضرب من الخيال. زي ما انتم شايفين ورايا هتلاقي كان هنا البيوت بتاعتهم اللي عايشين فيها، وبيقال ان هي القبور. وهنا زي ما انتم شايفين كانوا بيعيشوا جوه الجبال، يحفروا ويعيشوا جوه. فتخيل ان ده كان بيت عايشين فيه هنا الأنباط. يعني حاجة عجيبة جدا ان حد تخيل ان انت اصلا حد يحفر في جبل عشان يعيش جواه، دي حاجة عقلك مش قادر يستوعبها اصلا. فتعالوا نكمل تمشية واستكشاف للمدينة. ومن اهم الحاجات اللي هتشوفها هنا ان المدينة دي بيقال عليها ان هي المدينة الوردية، لان لون الصخور طول ما انت ماشي هتلاقي لونه بينك والاشبه ليه، وفي اصلا تدرجات الوان جميله جدا هتشوفها طول ما انت ماشي بين الوديان والدروب. شايفين لون الصخر عامل ازاي؟ لونه بينك. هنا هتلاقي مش كل الصخور، ولكن لو انت بصيت على هنا مثلا هتلاقي شكل التضاريس هنا ليها شكل مختلف ومميز. ولسه طول ما احنا ماشيين وما وصلناش لحد نهاية مدينة البتراء، بيفضل على طول يمينك وشمالك في برضو المواسير، او تقدر تقول هنا مجاري المياه اللي بتفضل جارية لحد المدينة من جوه. والمعلومة اللي عرفتها ان في المكان اللي ورايا ده هنا كان بيبقى فيه سدود، علشان اوقات اللي بيكون المية شحة فيها يقدروا يخزنوها في خزانات المياه هنا او هنا، علشان يقدروا يحافظوا ان المية تبقى موجودة طول السنة. فنظام وعلم وعملية معقدة علشان يقدروا يحافظوا على المية على طول. وعلشان برضو في اوقات تخلي بالك السهول ديت كان بيجي اكيد برضو فيها امطار، فيقدروا يحافظوا على مياه الامطار ويستخدموها بعد كده، ويحافظوا عليها ان يفضل في مياه ومفيش اي مشكلة، ويعرفوا يعيشوا هنا لسنوات ويزرعوا ويعملوا كل حاجة بدون اي مشاكل. فعبقرية البتراء مش بس في المبنى اللي احنا بنشوفه اللي هو من عجائب الدنيا السبعة، لا، مدينة البتراء دي كلها هي من عجائب الدنيا السبعة، مش فقط المبنى اللي احنا بنشوفه. تعالوا نكمل الجولة عشان احنا لسه حتى الآن ما وصلناش إلى نهاية أو أجمل شيء تقدر تشوفه هنا في المدينة. إن أجمل حاجة زي كل حاجة بتيجي في الآخر بتعب، تقدر على ما توصل لها تبقى بصعوبة، فتمشي وسط الشقوق والجبال والدروب لحد ما نوصل لأجمل منظر عينك هتشوفه. ودلوقتي جات أجمل لحظة هتيجي تشوفها هنا في البتراء، وإن أنت توصل إلى الخزنة، وهي أجمل مكان هتشوفه. تعالى نشوفه ونستكشفه ونشوفه أول مرة زي ما أنا لسه هشوفه بعناية لأول مرة. زي ما انتم شايفين تبقى ماشي كده وفجأة تلاقي منظر خطير ده يظهر قدامك، ودي اسمها الخزنة. وتعالوا بقى نعرف قصة المكان كله دلوقتي وصلنا أشهر مكان وأشهر صورة الناس بتيجي تصور من العالم كله، واللي احتفلوا بأكتر من 1,000,000 زائر هنا جه البتراء وجه زار المكان ده. لكن في الحقيقة البتراء مش المكان اللي ورايا ده بس، البتراء دي مدينة كبيرة، والبتراء المكان اللي ورايا ده يسمى الخزنة. طب ليه سموه الخزنة؟ علشان كانوا زمان افتكروا ان الموجود فوق ده خالص ان دي موجودة دي سرة فلوس، فكانوا فاكرين ان جواها ذهب، وعشان كده كان بيجوا يضربوا عليها نار ويحاولوا يكتشفوا الكنز والذهب اللي جواها، لحد ما لقوا ان ما جواهاش ذهب. ومحدش حتى الآن عارف أسرار المدينة دي كلها، وحتى الآن عمالين يكتشفوا ويعرفوا أسرار كتير عنها. من 3 أسابيع بس اكتشفوا ان هنا من الأمطار والسيول اللي حصلت لقوا ان في المكان اللي هنا دوت لقوا جثث بتعود
لأكتر من 2000 سنة، ودي اكتشاف لسه حديث. ولقوا ان تحت المبنى وتحت الخزنة وتحت المبنى العملاق اللي محفور في الصخر، انا شايف ده الجبل هنا، قعدوا يحفروا لحد ما رسموا المنظر ده من الصخرة الحقيقية. وهم بالصدفة اكتشفوا، لسه مكتشفينها من اسبوعين، ان في مبنى تاني تحت المبنى وفيها قبور ناس من الانباط عمرهم اكتر من 2000 سنة. وحتى الان كل شوية بيكتشفوا ويعرفوا تاريخ وقصص جديدة عن الحضارة اللي اكتشفت صدفة، واللي كانت ايام العثمانيين محدش يعرف عنها حاجة، لحد ما جه مكتشف سويسري هو اللي اكتشفها. ومن اغرب الحاجات اللي اتقالت عن البتراء ان المدينة دي اللي عملها الجن، لانها كلها بين ضروب وشكل اكيد ما عملوش بشر ولا كائن بشري هو اللي عمل كده. وناس تانية قالت ان دي ارض العمالقة، لان كل حاجة مساحات ضخمة جدا ومباني شاهقة ما يعيش فيها ناس وبني ادمين عاديين. ولكن الحقيقة واللي ناس كتير بيقولوا ان هنا عاش الانباط في المدينة دي، وهم اللي بنوها وهم اللي نحتوا في الصخور وعملوا التحفة المعمارية اللي انتم شايفينها دي. ولكن هم ما كانوش عايشين فيها، كانت زي الأهرامات بيبقى مقابر وقبور، والقبور اكتشفوها تحت هنا موجودة قبور وعظام بترجع لأكتر من 2000 سنة. فلك أن تتخيل عجيبة من عجائب الدنيا السبع إن تبقى محفورة وسط الصخور، فمفيش احلى واغرب من كده. وعشان توصل لها توصل بين الدروب، شايف الدروب عامله ازاي، عشان تقدر توصل للمكان الجميل ده. وبكده نكون هنا جولتنا هنا في البتراء. واسهل حاجه وانت تطلع بقى، عشان انت بتبقى جاي بعد مشوار طويل، ان انت تركب العربيات الكهرباء دي وتطلع بره المنطقه بسهوله وتستمتع بقى وانت راجع بالعربيه. في الاخر بقى بناخد جوله ونرجع بالسيارات الكهربائيه، ونرجع بقى ايه تاني المكان اللي جينا منه. وبتبقى جوله بقى ممتعه بقى سريعه كده بس والله الوضع بين الوديان.